السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض ألذ جلاش حادق ممكن تعمليه. سهل جدا ومكوناته بسيطة خالص، موجودة في تلاجتك في أي وقت تطلعيها وتعمليها على طول بكل سهولة. تعالي نشوف عملناها ازاي وطريقته سهلة ازاي، والطعم طبعا خطير. بس قبل ما نبتدي هنسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونشوف طريقتنا عملناها ازاي. أول حاجة هجيب الصاج بتاعي هدهنه سمنة كويس قوي، وبعد كده هجيب بقى الجلاش بتاعي هرصه على طول زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. هبدأ ارص الجلاش بتاعي كده زي ما انتوا شايفين، بين كل 3 طبقات هديها دهنة سمنة كده خفيفة، 3 4 زي ما انتي عايزة يعني. دهنة كده سمنة بسيطة كده خالص عشان يبقى بس الجلاش معايا كده مورق من جوه يعني. هنا كنت خلاص خلصت نص كمية الجلاش بتاعتي، اللي هو الطبقة اللي الأولانية يعني من الجلاش كنت خلصتها، هديها دهنة سمنة وبعد كده هبدأ أرص الحشوة بتاعتي على طول. أنا عندي هنا الحشوة حطيت بسطرمة، وهحط بيفي وطماطم وفلفل وزيتون وجبنه. طبعا الحشوه زي ما انت عايزه تعمليها جبن بس اعمليها، عايزه تعمليها باللحمه اعمليها زي ما انت عايزه تعملي حشوه سجق برضو براحتك اعمليها. هحط هنا الفلفل بتاعي الاخضر وفلفل الوان، واحط لها الزيتون والطماطم، وبعد كده هحط رشه كده جبنه رومي، وبعد كده او جبنه تركي، وبعد كده هحط لها برضو رشه جبنه موتزاريلا. وهبدا ارص بقيه طبقة الجلاش التانية، اللي هو يعني ايه بقيت كمية الجلاش بتاعتي. طريقة الجلاش دي ممكن تعمليها كطبق جانبي مثلا في عزومة، لو عندك عزومة تعمليه كده طبق كده ايه جانبي يعني في العزومة. ممكن تعمليه برضو لو محتارة عايزة فطار سريع كده تعمليها. طريقة الجلاش دي سهلة جدا وما بياخدش معاكي وقت، في نص ساعة بيكون خلاص معاكي. خلاص بقيت الجلاش كده برضو زي ما انتوا شايفين كده، برضو بين كل 3 طبقات من الجلاش برضو هديها دهنة ايه سمنة. هخلص الكمية بتاعتي كلها، وهبدأ بقى ايه اقطعه، وهو لسه قبل ما احط عليه اي حاجة قطعيه بقى للحجم اللي انت عايزاه زي ما انت عايزة. هنا قطعته كده خلاص كده المربعات زي ما انتوا شايفين. هجيب بقى هنا كوباية حليب او كوباية لبن، حطيت عليها 3 معالق زبادي كبار، يعني زي علبة زبادي كده كبيرة. هقلبهم كويس فيها، وبعد كده هحط شوية فلفل اسود ورشة ملح، وهحط لها مع